طيب ابو خالد، شنو كنت بتعلق؟ بس انا بما اني بقناه مصريه فودي اسالك منو من الفنانين المصريين الكوميديين اللي انت تشوفه اسطوره الفن المصري الكوميدي؟ انا حبيت بس اتكلم واتمم على كلمه استاذ صالح. الكلام اللي قاعد يقوله فعلا صح. انت لو تدري ان محمد رشيد شلون يكتب النص، يفصله تفصيل علينا احنا، اللي هو انا ومعاي يلا بعدين كلمه انا وانتصار الشراح رحمه الله عليها، محمد العجيمي وعبد الناصر الدرويش. احنا العواميد ملوت الكتابه. هو يكتب يفصل لنا تفصيل. عادي هنا ضيف رحمه الله عليه غانم الصالح، احيانا مرتين اشتغل معانا، فصل ودخله معانا. شوف المتعه من مع هذا النجم الكبير. شوف المتعه لما دخل معانا محمد المنصور، شوف المتعه لما دخل معانا داوود حسين. شوف وايد دخل معانا اسماء وفنانين وفنانات غيرنا احنا الاربعه. احنا الاساس اللي هو يبني عليهم مسرحياته. ما عندنا والله ليش واحد يسلم الثاني. ما عندنا الأنانية، مين موجودة، والله مو موجودة في مسرحياتنا. وانت شوف المسرحيات الباقية الموجودة الآن اللي العالم كلها تشوفها، سواء كانت كويتية أو غير كويتية، ادرسها صح تحصل ان النظافة في الفنانين اللي واحد يبصل للثاني صح. ابو خالد، انا بما ان يعني ارجع اكرر قناه مصريه وجمهور مصري، وحتى في الاخوان في كنترول هني مصريين ايضا اعتز فيهم واتشرف فيهم، هل المسرح المصري نفس قبل؟ ومنو الفنان المصري اللي تشوفه اسطوره الفن الكوميدي؟ عادل امام ولا عندك غيره؟ شوف لا اسمه عادل امام ملك المسرح. ما حد يقدر ينافسه. ملك، انا اعتبره ملك المسرح، اسطوره من اساطير الفن. لو عملت بصمه في، لو نفضت من ايام نجيب محفوظ من فؤاد. انا احب على فكره، انا احب واعشق الاعمال المسرحيه، اعشق فؤاد المهندس. عندك نجيب محفوظ، عندك المسرحيات القديمه. كثير من الفنانين، محمود وغير فنانين. يعني فؤاد المهندس افضل من عادل امام؟ الاسود المسرحيات طبعا فنان عادل امام هذا حاله ثانيه، فؤاد المهندس حاله اخرى. في وايد فنانين يعني على قولتهم مشبعوا الساحه الفنيه من اجمل ما يمكن. عملوا تاريخ وبصمه فنيه. ارفعوا اسم الوطن العربي كله في المسرحيات اعمالهم. انا اعشق المسرح اكثر من المسلسلات الكوميديه للامانه. يعني تبين امكانيات الفنان من خلال المسرح فقط لا غير. شوف اخيرا ابو خالد، انا يعني قربت من النهايه، القادسيه راح ياخذ بطوله الخليج ولا صعبه؟ والله شوف، خطتنا المباراه الجايه هذه على خير. والله ناخذها بامر الله ان شاء الله، لان هم الشباب شادين حيلهم يبي يثبتون. والحلو في الموضوع ان دخل شباب صغار، يعني هذا اللي عجبني في المدرب. تؤيد استمرار نبيل معلول؟ صغار. تؤيد استمرار نبيل معلول؟ تؤيد استمرار نبيل معلول؟ والله شوف ليش لا اذا كان ليش قدام. يعني شو انا قاعد اشوف تعالي يمكن صالح يعني يوقف معي بالكلمه هذه. يعني وين نادي القادسيه اول ما مسكه؟ وين نادي القادسيه الان؟ الان موجودين بالشباب. 8 7 9 دخل شباب لياقه. اهم شيء اللياقه. اذا ما عندك لياقه والله ما راح توصل حتى للجول ولا تدش حتى 18. انا اقول فيها الفريق بدون لياقه ماكو فيه.